هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. الفيديو النهارده جايلكوا جايبه، هو المفروض ان هو اختراع، انا اول مره ان انا اجربه، بس سمعت عنه ريفيوز حلوه جدا، فقلت اجربه معاكم النهارده ونشوف فعلا هيجيب نتيجه ولا لا. فده اول مره استخدمه، فايه المهم هجربه النهارده معاكم في البيت بقى لنفسي، وهقول لكم يستاهل ولا ما يستاهلش. طيب مبدئيا كده الاختراع ده هو من راش براش. هي الفرشه دي او البراش دي اللي انتوا اكيد شفتوها قبل كده. المفروض ان انا بمشيها بس على الشعر كده، وهي بتشيل كل التقصف اللي في الشعر. فلو حد زيي بيحب الشعر الطويل ومش عايزه كل شويه ان انت تروحي تقصي شعرك، هتكون مفيده جدا جدا ليكي، لان انت هتقدري تحافظي على شعرك الطويل وما تقصيهوش كتير، وبس في نفس الوقت هتشيلي كل التقصيف اللي موجود في الشعر لو فعلا الاختراع ده نجح. فلو نجح فعلا هيكون اختراع. اوكي يلا نجرب بقى ونشوف هنشتغل ازاي. اول بس عشان انا مقلقه فهاخد غسله صغيره كده من شعري لغايه بس ما افهم الدنيا ماشيه ازاي، عشان انا برضو مش متخيله قوي فكره ان انا يعني ايه همشي حاجه على شعري وهتشيل تقص. بصوا انا شعري ده كله او بيمشي سموث عادي، يجي في الحته اللي تحت دي بصوا اهو، عشان دي اللي ماينلي متقصفه، يجي الفرشه تقف شويه. اوكي لو سمعتوا اي صوت دي غاليه جوه، حاول نسيطر عليها بس واضح ان هو صعب. بصوا بقى هي هنا فيها دايركشن سويتش. اوكي ان انت بتتحكمي في الاتجاه اللي هتشتغلي بيه، هتشتغلي ان هو الناحيه دي اللي تحت السهم نازل كده، ولا عشان لو قلبتيها يبقى في السهم الناحيه التانية وهتشتغلي بيها كده. المهم تعالوا نجرب مع بعض. انا همسك كده بتتفتح، بصوا اهو بتتفتح كده. وانس ان انت بتقفلي بتضغطي هنا هتلاقي الايه البراش اشتغلت اهو. سامعين الصوت ده صوتها. فانا هفتح هنا بقى كده، هاخد غسلة الشعر احطها كده من اولها وهقفل وهبدأ امشي بالجهاز على الشعر وهنشوف. انا خايفة. ثواني ثواني. اوه واو. طبعا المشكلة هنا ان لو حد عنده زي شعر متقصف كتير، يعني انا حاسه ان انا ممكن اشيل نص شعري في المهمه دي، لان فعلا ليترلي نص شعري متقصف. بس بجد لا، بصوا شالت شعر كتير متقصف دلوقتي. معرفش بقى باينه معاكم ولا لا، بس بصوا الشعر شايفين اهو، شايفين اللي هو في الازاز ده الشعر اللي طلع منه. اوكي هنكمل بقى، هعمل شعري كله ونشوف. هاخد خصله تانية انا طبعا، بس يعني ايه ممكن اسرع لكم الحته دي وانا بشتغل علشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي. هسرعها كويس. اتاكدي دايما كده كده هتعملي بيبي ليس، هتعملي سشوار، هتعملي ايا كان، ان انت مسرحه شعرك كويس قوي عشان ما يتقطعش. انا مني اكيد الجزء اللي فوق ده ما فيهوش تقصف، فانا همسك من اول نص الشعر بس وهنزل، فاهميني اهو. لازم الاول احدد الدايركشن، فانا هحدد الدايركشن اللي هو الناحيه دي، معلش اول مره فايه الاستخدام صعب، وهنزل كده. واو شالت الشعر فعلا متقصف. واو انا منبهره بالنتيجه بجد. اوكي يلا نكمل بقية. على فكره انا كده منشفه بس شعري، مش عاملاه اي حاجه يعني، بس منشفاه بالسشوار كده الهوا، مش عامله له اي حاجه اهو. تعالوا ناخد خصله اكبر شويه اهو. طبعا الجزء اللي تحت ده عشان هو ده اللي فيه اللايت، فهو ده اللي هتلاقيه متقصف اكتر حاجه، فهناخده كده اهو، وهنبرده كده. واو استنوا بقى يا جماعه كده. بصوا هو الاحسن ان انا زي ما كنت بعمل الاول، دلوقتي انا خدت سكشن كبيره، كويس ان احنا برضه جربنا عشان افيد. هاخد سكشن صغيره ونجرب فيها، ده الاوقع والاحسن يعني اهو. بصوا اسهل ازاي، اسهل بكتير. حلو، خدوا سكشن صغيره واعملوا بيها احسن بكتير من ان انت تاخدي سكشن كبير وتشتغلي فيه.
اوكي هكمل شعري كله وهرجع اوريكم النتيجه. بصوا يعني انا قلت بس واقف كده اوريكم، ده نص الشعر اللي معمول اهو، وده الشعر التاني اللي لسه مش معمول. انا حاسه بايه؟ بصوا والله يعني انا حاسه اكيد ان ده قطره ماشي، بس يعني ستيل حاسه ان في تقصيف، بس لا احسن. ثواني كده ما بص بس. مم. لا لسه في شعر فيه تقصيف. طب انا همشي عليه مره كمان اشوف، بس انا برضه بعمل خدوا بالكم وانا خايفه، لانه اول مره اجربه وبعدين انا بجرب في شعري، فانا بالنسبه لي الموضوع ايه، ما فيهوش غلطات، ما فيهوش غلطات يعني. لا بصوا يا جماعه بجد، لا كويس، حلوه يعني، حلوه بجد. ليه بقى؟ لان هي شالت فعلا المتقصف، وفي نفس الوقت بصوا انا شعري ما قصرش يعني اهو، اهو. لا انا حاسه ان هي لطيفه، الشعر بقى انعم يعني، قطره، خليني اقول قطره، فاهميني؟ خليني برضه اعمل الحته دي. وبصراحه انا بالنسبه لي الاختراع الحقيقي فيها ان انتي برضه يعني لو حد زيي، ان لو انتي يعني ما شاء الله مثلا شعرك طويل او حاجه ومش بتحب، او حتى لو قصير بس مش حابه ان انت تقصيه، فهيبقى منجز معاكي انك تستخدمي حاجه زي كده. اهي اهي. لا يا بنات حلوه بجد، حلوه عجباني. وبعدين بقى الحلو في الحاجات اللي زي دي ان هي عادي جدا ان انتوا ممكن تجيبوها مثلا لو انتوا اخوات مع بعض في نفس البيت، او حتى لو بيوت مختلفه يعني، ممكن تجيبوها كذا حد. ليه؟ لان هي مش زي الششوار، مش زي السشوار او البيبي ديس انه بتستخدميها مثلا ممكن كل يوم او مره في الاسبوع. لا ده ممكن تستخدميها مثلا دي مره كل شهرين ثلاثه، هتمشي بيها على شعرك، فمش لازم ان انت كل حد يبقى معاه البراش بتاعته يعني. لا حلوه. That's nice. بصوا انا كده عملتها، بصوا ده شعري اهو كله، شايفين الحته اللي تحت دي اهو، شايفين؟ لا بصراحه حاسه ان هي احلى، لانه انتوا عارفين طبعا اللايت بيبهدل الشعر حرفيا، فانا كان شعري متبهدل، فان انا يعني اوصل ان هو يبقى كويس كده، فده مجهود كتير. لا بصراحه حلوه، عجبتني، عجبتني. خليني بقى اقول لكم كمان ان الميزه اللي في، على فكره ده طبعا واضح جدا يعني، اكيد انتوا عارفين انا مش بتاعه اعلانات خالص. الميزه بقى اللي فيه، اولا بصوا خليني بس الاول اوريكم الشعر. بصوا، بصوا الشعر اهو، باين معايا كل شعر اللي طلع، شايفينه؟ الشعر اللي طلع اللي هو اللي متقصف واللي بايظ. الميزه اللي فيها ان هي مش محتاجه فيشه، مش محتاجه كهرباء، مش محتاجه حاجه، فانا كنت لسه حتى بقول بندور على فيشه او كده. حلو فيها ان هي مش محتاجه تقعدي جنب مثلا مكان فيه فيشه، ممكن في اي مكان تستخدميها، لان هي اصلا بالشحن بتشحنيها، فممكن تاخديها معاكي وانتي مسافره، سهل جدا تحطيها في الشنطه وتستخدميها. بصوا هي دي العلبه بتاعتها. انا بحب بصراحه قوي العلب بتاعت راش براش يا جماعه، بحس ان هي اولا بتساعدك ان انت تنظمي الحاجه عندك بشكل حلو، وفي نفس الوقت بصوا اللي هو السمارت لوك ده، شفتوا؟ فبحسها شيك بصراحه. لو عندك بقى كذا برودكت منها او كذا حاجه من راش براش، تبقى حلوه قوي انك تحطيهم جنب بعض كده. هنا طيب. طيب رايي فيها ايه؟ لا بجد عجبتني، وحاسه ان هي فادت شعري جدا، ان انا شلت منها التقصف، وفي نفس الوقت ما اضطريتش ان انا اقصه. انصح بيها، انصح بيها، بس انصح بيها عشان برضو تبقوا يعني ابقى قلت لكم رايي، ان انتوا لو اخوات او مجموعه او كده ممكن تجيبوها مع بعض تبقى احسن، لان هي مش استخدام متكرر، او لو انت عايز تجيبيها لوحدك بقى في البيت اوكي، بس هي حلوه بصراحه يعني، حلوه. طبعا دلوقتي في اوفرز، عشان كده طلعت اعمل لكم الفيديو دلوقتي. طبعا احنا عندنا منتجات تانية كتير من راش براش، فلو عايزيني برضو اعمل لكم ريفيو عنها، لو حاجه معينه انتوا حابينها. عندي مثلا هي الفوليومايزر، البراش اللي هي الفوليومايزر اللي بتدي فوليوم وبتنشف الشعر، وعندي كمان اللي هي البراش دي اللي هي الستريتنر، اللي هو بتسرحي بس بيها شعرك كده وكانك بتعمليه بالستريتنر يعني. عندي كمان، وعندي اللي هو ده، اللي هو زي الكيرلر يعني، بتحطي كده شعرك فيه وبتعملي كده وبيطلع فيه بيعمل كيرلي. عامة في منتجات تانية كتير، لو حابين ان انا اعمل لكم عنها ريفيو او حابين ان انتوا تعرفوا رايي فيها قولوا لي، وهقول لكم برضو نطلع نعمل ديمو ريفيو.
اجربها معاكم في فيديو ونعمل عنها ريفيو كمان، اقول لكم رايي فيها ايه واوريكم استخدامها مع بعض يعني في فيديو. لو حابين كده اكتبوا لي في الفيديوهات، وما تنسوش لو الفيديو استفدتوا منه او عجبكم تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل، واكتبوا لي في كومنت محتاجين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكل خير. باي باي.